تخيل لو العالم اللي احنا عارفينه انهار في نبضة واحدة. يوم عادي جدا، الناس في بيوتها والمستشفيات شغالة والطيارات في الجو، وفجأة الشمس بتبعت لنا هدية قاتلة. انبعاث كتلي إكليلي بيتحرك بسرعة 3 مليون كيلومتر في الساعة، بيخبط في الغلاف الجوي للأرض ويحرق الأقمار الصناعية وكابلات الألياف الضوئية تحت المحيطات. انت بتبص في موبايلك، مفيش شبكة. بتبص في شاشة الكمبيوتر، مفيش انترنت. بتحاول تطلب نجدة، مفيش إشارة. أنا إسلام السيد، والنهاردة إحنا في رحلة طويلة جدا هنعيش فيها سنة كاملة من غير إنترنت، ونشوف إزاي الحضارة هترجع لنقطة الصفر. في أول 24 ساعة العالم هيدخل في حالة إنكار. الناس هتفتكر إنها مشكلة فنية بسيطة وهتتحل، لكن الحقيقة مرعبة في مراكز البيانات في فرجينيا وأيرلندا. السيرفرات اتحرقت والنسخ الاحتياطية طارت. البورصة في نيويورك اتقفلت فجأة. مليارات الدولارات تبخرت لأنها عبارة عن أكواد رقمية مفيش ليها أصل ورقي. الطيارات اللي في الجو بدأت تعتمد على أجهزة الملاحة التقليدية القديمة، والمطارات اتحولت لساحات انتظار عملاقة مليانة ركاب تايهين. دي كانت مجرد البداية، الهدوء اللي قبل الانفجار البشري. بعد مرور أسبوع الكارثة هتبدأ تلمس بطن البشر. سلاسل الإمداد العالمية بتشتغل بنظام الأتمتة. مفيش إنترنت، يعني مفيش طلبات أكل بتوصل للمخازن، ومفيش عربيات نقل بتتحرك بالGPS. السوبر ماركت هيفضى في 48 ساعة، والناس هتبدأ تدرك إن الفيزا بتاعتهم مجرد حتة بلاستيك ملوش قيمة. محطات التحلية والكهرباء اللي بتشتغل بنظام سكادا هتبدأ تخرج عن الخدمة. المية هتقطع عن ناطحات السحاب، والضلمة هتغطي كوكب الأرض من قطبه لقطبه. المدن الكبرى زي القاهرة ودبي ونيويورك هتتحول لمصيدة، والناس هتبدأ تهرب للريف عشان تلاقي لقمة عيش. تخيل بعد 3 شهور الحضارة بقت ذكرى. الناس رجعت تستخدم الراديو AM عشان تسمع أخبار. الحكومات فقدت السيطرة على المناطق البعيدة، والجيوش بدأت تنقسم لكتائب بتأمن مخازن الأكل لنفسها. المقايضة بقت هي اللغة الرسمية. هتديني علبة دواء مقابل كيلو دقيق. التكنولوجيا اللي كنا بنفتخر بيها بقت خردة. الموبايلات بقت مرايات، والشاشات الذكية بقت قطع ديكور ملهاش روح. العلماء بيقولوا إن في المرحلة دي معدل الوفيات هيزيد بنسبة 20% بسبب نقص الدواء والرعاية الصحية الرقمية. لما تعدي سنة كاملة الأرض هتنضف، بس البشرية هتكون خست للنص. الهواء بقى أنقى بكتير لأن المصانع وقفت. الناس اتعلمت تزرع بجد، واتعلمت تحكي لبعض قصص حوالين النار بدل ما تبص في شاشات. الإنترنت كان غرق ماسك العالم في بعضه، ولما الغرق ده داب كل قطعة رجعت لأصلها. لو الإنترنت رجع يشتغل النهاردة بعد السنة دي، هل تفتكروا هنرجع زي زمان، ولا هنكون خايفين من اللحظة اللي الشمس تقرر فيها تطفي النور علينا تاني؟ القصة دي مش مجرد ماذا لو، دي تحذير حقيقي من هشاشة التكنولوجيا اللي احنا عايشين فيها. أنا إسلام السيد، ودي كانت أطول رحلة عملناها مع بعض في خيالنا المرعب. قولولي في الكومنتات، لو النت قطع بكرة إيه أول حاجة هتعملوها؟ ادعموا الفيديو ده لأنه خد مجهود جبار في التحليل والتدقيق، وأشوفكم في الملف الجاي. سلام.